يا للعار يا للعار، لما راجل بيعمل سواق من منطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية يبيع شرف مرته ويخليها تشتغل في مالها ليلي ويقول لها احنا عايزين نكسب فلوس كتير، ما يهمكيش. لما زعلت منه ورفضت هذا الموضوع قال لها هطلق، كان معاهم ولد وبنت وسابق العيال. الحكاية دي كلها تعرفوها، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها. جرت أحداث هذه الحلقة بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية. لما بداية هذه القصة، بنت شباب أبوها كان شغال مدرس عربي هنا طبعا، لكن أبوها اتوفى فجأة، وهي كانت البنت دي ساعتها في تانية ثانوي تجاري. المهم وهي في تانية ثانوي تجاري اتعرفت على الشاب ده، كان شغال في إحدى المحلات التجارية، وكان برضه في نفس ذات الوقت شغال سواق. حبوا بعض والكلام ده كليته، وراحت قالت لأمها ده أنا حبيت فلان. كانت هي البنت الكبيرة وكان لها بنتين أخوة وأخ كمان. اتجوزته بشقة بالإيجار على 24 إيراد. طبعا ربنا رزقهم بعد 4 سنين من الجواز، هي البنت دي وزوجها بطفلين ولد وبنت. طبعا هو كده جوزها عنده سابقة اللي هي سابقة مخدرات، وطبعا كده الوقت جار عليه، مفيش شغل، ساب المحل ويطلع يسترزق يومين 3 في العربيات ويرجع يصرفهم زي ما تقول كان مدمن. قال لها بقول لك انا كده الحال ده عليا وكده مفيش، هعمل ايه؟ انا هقترح عليك حاجه نبقى اغنياء او منها. قالت له ماشي، ايدي على كتفك، قول يا اخي. طب ما قلتش ليه؟ غابت الاله، هنفتح مشروع. قال لها لا. امال هنعمل ايه؟ قال لها مشروع. المشروع هيكسبنا 100 جنيه في اليوم. ده احنا هعلمك شغلايه تكسبك اقل حاجه 5 6000 في اليوم. ادي لو انت مسافر اوروبا. قال لها احسن من سفر اوروبا، احنا فوق اوروبا بقى، انت في مصر هنا. قالت له قال لها هتشتغل في مالها ليلي. انا؟ قالت له ايوه. قال لها ايوه انت هتشتغلي في مالها ليلي، هتشغل مرتك في مالها ليلي. قال لها دي انا اهم حاجه عندي المصاري. رفضت الكلام ده كله، ما رضتش ابدا. دور الضرب فيها، فين يوجعك فين يحرقك، لما كان هيموتها. انا بتكلم باللغه العاميه علشان خاطر دي لغه محبوبه عند الجميع، وناس يعني المتابعين طلب مني الكلام ده ان انا اتكلم باللغه العاميه. هنا طبعا دور الضرب فيها، صوتت الجرايد، لمت قالوا مفيش حاجه، خب على الجرايد. الناس مشت وهدوا العبايه. قال لها انا اختار لك خيره، يا اما تشتغل في الملاهي الليليه دي وتجيب لي خير وقرش، يا اما هطلقك واخد العيال منك. وخافت ترجع لامها واخواتها بخفاي حنين زي ما بيقولوا. وافقت على هذا المبدأ المنبوذ، لكن هي اخطأت، لان دي كرامة لا تضاهى بالمال يا رب. هنا طبعا اشتغلت في الملاهي الليلية، كل يوم تروح من الملهى دي للملهى دي. بدأت بقى تتعرف على زباين. قالت بعد كده هنذكر في التحقيقات اللي قالتها بعد ما اتقبض عليها، ان هي قالت ان اول زبون اتعاملت معاه هنا وعملت معاه علاقة آسمة رذيلة وبغاء، كان تاجر فاكهة وخدت منه 1000 جنيه. بقت فرحانة ورحت اتجوز وقلت له ده 1000 جنيه حتة واحدة. قال لها مش قلت لي؟ عرفت بقى الكلام. بدأ بقى الموضوع مش على الملاهي اللي عندهم ولد نصح في النت شوية، أبوه خلاها عمل له صفحة، وبدأ بقى الاستقطاب الرجال. هو الشقة بتاعته في شبرا الخيمة، يستقطب الرجال مع النت والواتساب والكلام ده كله والماسنجر والتليجرام، ويروحوا البيت. هناك بقى الرجالة تاجي، يخليه يبقى واقف ويخلي هؤلاء الرجال يمارسوا البغاء مع مرته ويصورهم، ويقول لهم اللي عايز ياخد الفيديو ده يدفع 5000، واللي عايز يمشي ما ياخدش الا 2000 جنيه، او ما يدفعش، ما يدينيش يعني الا 2000 جنيه عفوا. هنا طبعا اللي عايز بقى ياخد الفيديو معاه يسلي عليها بعد كده ويتفرج بقى على المسخره اللي عملها والعياذ بالله يدفع 5، واللي مش عايز بيدفع 2000 ويمشي. وهكذا استمر هذا الحال فتره كبيره من الزمن، لحد ما السكان بتاع العماره له ادم طالع ونازل، ادم طالع ونازل. ده عن شيء فلان السواق. استشاعوا من هذا الموضوع وضحكوا وهزار وجنس جماعي وقله حياه.
ودي يطلع والرجاله تطلع ونسوان تنزل. الكلام الفاضي ده بلغ مباحث الاداب. هنا طبعا مباحث الاداب ما بتطلعش كده لما اكون متاكد. عملوا تحريات لقوا فعلا ان الشقه دي بتدار كوكر للدعاره. جابوا قرار من النيابه العامه او اذن من النيابه العامه، وفعلا هجموا مسكوهم الراجل ومراته وثلاث اربع معاه. لما مسكوهم اتحولوا كلهم على الاسم والنيابه العامه. اعترفت بقى ست دي وقالت قصه كل حاجه قالت ان انا كنت حالتنا متوسطه وجوزي حبني وحبنا بعض واتجوزت والكلام ده كله، وهو اللي شرط عليا الكلام ده وانا وافقت تحت ضغط، ولما لقيتها حلوه اشتغلت فيها. في ليالي كنت بكسب 5-6 آلاف، وهو كان بيصورنا ومتمزج ومبسوط. وكيل النيابه بيقول لي يعني كان جوزك مبسوط وهو بيصورك ومع افراد اخرين؟ قال له ايوه انا كنت مبسوط ومش ندمان على اللي حصل مني. وكيل النيابه قال له قال وازع اللي خليك تعمل كده، ما تعرفش ان دي بند الدياسه ولا ده ويعني مكتوب على باب الجنه يدخلها ديوس؟ قال له جنه او نار؟ انا جنه الفلوس في الدنيا. الراجل بيقول له سيد وكيل النيابه كده على ما جاء في محضر النيابه. هنا طبعا كان بيستعجب السيد وكيل النيابه من هذا الامر. قال لهم لازم تاخدوا حكم رادع. وبالفعل طبعا خدوا بعد ما خدوا 4 في 15 في 45 حاله الجلسه. محكمه جنح شبرا الخيمه ادتهم طلع قاضي، والله طلع قاضي يعني نرفعوا القبعه، ادالهم 11 سنه سجن الزوج والزوجه. والزوج يقول انا مش ندمان حاجه ولا في الاحلام. لما واحد انتزعت منه شيء من الرجال، شيء من الكرامه والشرف، يجيب ناس لمرته البيت ووداها مالها ليلي وينعم فيها وخلاها تبقى تشتغل في البغاء والرذيله. والله لقد ضاعت شيء من الرجال لما هذا الراجل الديوس يعمل كده. مكتوب على باب الجنه لا يدخلها ديوس بخط العريض ولا يشم حتى العتق. الديوس يا ساده الذي لا يغار على اهل بيته. الديوس ده لما يغيرش على اهل بيته ضاع الشرف والكرامه عند بعض الناس. لا اله الا الله. هنا طبعا يجيب كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، وابنه كمان اشترك في الجريمه وكان هو اللي بيستقطب الرجال ابنه. فحبينا ننوه لمثل هذا الامر حتى يتبع الغير. القصه دي حصلت في منطقه شبرا الخيمه سنه 2020. ومحكمه جنح شبرا الخيمه حكمت على الراجل ده حكمت عليه هو وزوجته ب11 سنه. لكن احنا مش بنذكر اسماء عشان احياء لما الوقت. يعني من 2020 لسه هم في السجن دلوقتي. والله المستعان. شيلوا الفيديو يعني وعملوا لنا اعجاب، وطبعا تابعوا الصفحه، لان يعني الحاجات دي كلها احنا بنذكرها ونقولها عشان تكون رادع للغير، والناس يعني ترتدع. عشان ترسل درجه واحد بيشرب مخدرات يعمل في زوجته كده وهي غلطانه في حاجه واحده بس ضيع كرامتها، تكاد اتطلقت 1000 مره في الدقيقه ولا كانش وافت على الكلام ده كله. اللي هي بتقول ده هو اللي ضغط عليا. طب ما انت برضه ليك رغبه وليك سلطان في مزاجك انت الاخر. يقول لك اول واحد تاجر فاكهه 200,000 جنيه كنت برقص. طب ارقص بقى في السجن وارقص في الاخره في نار جهنم الحمراء. من تاب تاب الله عليه. الا الديوس لا يدخل الجنه ديوس. والديوس الذي يقبل الضيم في اهل بيته. الديوس يا ساده هو الرجل الذي يقبل الضيم في اهل بيته. يعني الراجل يقبل الضيم في اهل بيته، يبقى يجيب ناس ويخليهم يصوروا مع زوجته والكلام ده كله، ويصورهم يقول ب2000 وب5. يقول لك اصل انا عملت كده عشان انا عايز ابقى غني وعندي عربيه وسياره وعماره. خيبكم الله. والله ما لحقتوا حتى العرب في الجاهليه. وفي نهايه اللقاء يعني دمتم في امان الله.